سمعنا ان هو مضى عقد اونلاين مع نادي الشمال القطري، الكلام ده غلط؟ لا لا لا، ما موضوعش اونلاين ولا اه. اي حاجه زي ما الناس بتقول، ولا الكتروني ولا اي حاجه. اه. بالمناسبه الشمال القطري كان محتاج لاعب واحد من النادي الاهلي وهو مروان عطيه فقط امم. لا غير. ولكن طبعا اغلق الباب في وجه الشمال القطري بسبب احتياج النادي الاهلي لخدمات مروان عطيه. وكمان مفيش نيه من النادي الاهلي للتفريط في خدمات مروان عطيه خلال الفتره دي او الفتره المقبله، لان النادي الاهلي في هذه الفتره يدعم فقط، وليس هناك يعني غير هذا الحل، لان فعلا النادي الاهلي محتاج عدد من اللاعبين في مختلف المراكز. طب محمد، سمعنا في فترة كده ان خلاص كابتن محمد عبد المنعم هيرجع الاهلي تاني على الاقل اعارة في فترة كاس العالم للاندية. فجأة الكلام ده اختفى تاني. إيه اللي انت تعرفه في القصة دي اللي تهم جدا جمهور الاهلي؟ لان طبعا شفنا من بعد رحيل كابتن محمد عبد المنعم في ازمات كتير قوي في دفاع الاهلي. محمد عبد المنعم واحد من الاعمده الاساسيه اللي طبعا تركت فراغ كبير جوه النادي الاهلي. طبعا. طبعا رحيله كان صدمه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، طبعا. محدش قدر يعوض مكانه، مع احترامنا طبعا الكامل لرامي ربيعه، وطبعا ياسر ابراهيم واشرف داري، بجانب كمان تواجد يوسف ايمن اللي خلاص مص الكره قرر من اداره النادي الاهلي ان هم يقطعوا عرضه وعودته من جديد تاني للاتحاد القطري.